ازهر بقى سني، ازاي تحول التحول ده؟ الازهر سؤال كويس قوي. الازهر اسمه الازهر. اولا هو كان اسمه مسجد القاهره قبل ما يبقى اسمه الازهر، اسمه مسجد القاهره. الازهر ده نسبه الى السيده فاطمه الزهراء، والسيده فاطمه الزهراء من اهل البيت اللي هو تبع الفاطميين اللي هم اصلا بيدينوا المذهب الشيعي. واول ما انشئ الازهر انشئ لتدريس الفقه الشيعي، ودرس فعلا الفقه الشيعي. فلما جه صلاح الدين الايوبي وحب يحول مصر من شيعيه الى سنيه، قفل الازهر 100 سنه، 102 سنه. لو ثوره 23 يوليو عملت كده، ده احنا بنقول على ثوره 23 او بيقولوا يعني، مش احنا طبعا، بيقولوا على ثوره 23 اصل دول كفار، اصل دول ظباط، اصل دول مش عارف ايه. صلاح الدين الايوبي بتاع فيرجينيا جميله الجميلات ومش عارف ايه، عارفين الفيلم اللي عملته اسيا ده، قفلوا 102 سنه، اتفتح في عهد الظاهر بيبرس. واوقف الاوقاف، قال ما حدش يتبرع للازهر، ولغى حي على خير العمل دي اللي هي يابا علمني الخيابه تعالى في العفه والصدر. وكان في عمله موجوده في مصر مكتوب عليها علي ولي الله. الاول انا عايز اعرف علي ده ولي الله ولا مش ولي الله؟ ولي الله. مسح العمله، يمسح فوق العمله، يعني عايز اقول ايه؟ وبعدين يقال على والعهد على الاستاذ الدكتور احمد عبد الرحيم الساح، استاذ العقيده والفلسفه رحمه الله عليه، السابق في جامعه الازهر، انه قتل 92,000 من الصعيد عشان يحولوا، لانه كانوا مسجلين، لانه في باب في الازهر حتى اليوم موجود اسمه باب الصعايده ورواق الصعايده. الصعايده ما كانوش عايزين يبقوا سنين. هذا التاريخ اللي مستخبي واحنا ما بنقراهوش او مش عايزين نشوفه او بنستخبي منه